في سنة 2013 وتحديدا في مدينة لوس أنجلوس في أمريكا، عثرت الشرطة على جثمان طالبة من أصول كندية اسمها إليسا لام وعمرها 21 سنة. القصة بتاعتها بتعتبر لغز غامض لحد يومنا النهاردة. باختصار مفيش حد قتلها ولا حتى هي اللي أنهت حياتها بنفسها، وكاميرات المراقبة رصدت كل حاجة يوم الواقعة. السكان قالت طالما مفيش حد أو جاني عمل فيها كده، ولا تقرير الطب الشرعي قال إن هي اللي أنهت حياتها بإيديها، يبقى مفيش غير الأشباح والأرواح الخفية هم اللي اتخلصوا منها. سواء كده أو كده، قضية إليسا لام ما اتحلتش لحد يومنا النهاردة، ولا حتى الشرطة توصلت لأي دليل أو معلومة أبدا. وعلشان كده القصة بتاعتها تم تصنيفها على إن هي واحدة من أكتر الأشخاص غموضا على مستوى العالم. بعتذر لو طولت في المقدمة، وتعالى أحكي لك القصة بالتفصيل وبشكل مختصر. تابع معايا الفيديو للنهاية. إليسا في الفترة الأخيرة من حياتها كانت بتمر بحالة من الاكتئاب، ومش معنى الكلام ده إن هي اللي اتخلصت من حياتها. الموضوع زي أي حد عنده مرض وبياخد له علاج. المهم طلبت من أسرتها اللي عايشين في كندا إنها عايزة تسافر في رحلة ترفيهية لأمريكا، وشرط إن هي تكون لوحدها علشان هي مخنوقة شوية من ضغوط الدراسة. في البداية الأسرة رفضت الفكرة دي تماما، حاسين بنوع من القلق، خصوصا يعني إنهم بيحبوها جدا، وفي نفس الوقت عمرها ما سافرت لأي مكان لوحدها. وفي النهاية إليسا أقنعت الأب والأم بالسفر، في مقابل إن هي هتتصل بيهم كل شوية وتعرفهم أخبارها علشان يطمنوا عليها بشكل مستمر. بعد ما الأسرة خلاص وافقت، كانت سافرت إليسا لمدينة لوس أنجلوس التابعة لأمريكا. هناك نزلت في فندق اسمه سيسيل، وكان مشهور جدا في الولاية بالسمعة السيئة، وهنعرف المعلومات دي بعدين. المهم إليسا بعد ما استقرت حوالي 5 أيام في الفندق، كانت اتقطعت أخبارها فجأة في اليوم السادس. طبعا أسرتها بتحاول تتواصل معاها بأي شكل من الأشكال، لكن للأسف مفيش أي فايدة أبدا. ساعتها اتصلوا باسم الشرطة بتاع الولاية وقدموا بلاغ عبر الهاتف باختفاء بنتهم المفاجئ. وطبعا راح عدد كبير جدا للفندق من فريق البحث علشان يفتشوه ويحققوا في القضية ويعرفوا ايه اللي حصل بالظبط مع إليسا. إدارة الفندق والموظفين بلغوا الشرطة إنها طول الوقت رايحة جاية من مكان للتاني لسبب أو بدون سبب. من الواضح كده إن سلوكها غريب جدا، أوقات تفضل تتكلم وتشاور بإيديها في الهوا بحركات غير مفهومة، وكأن بالظبط في شخص بيتكلم معاها محدش شايفه أبدا غيرها هي وبس. وفي النهاية قالوا للشرطة احنا النهاردة بس اللي ما شفناهاش، ما نعرفش هي راحت فين، وللأسف ما عندناش أي معلومات تانية علشان نقولها أو نفيد في الموضوع ده. الشرطة اعتقدت إن هي نايمة في الأوضة أو راحت مشوار مع نفسها. وقتها قرروا إنهم يفتشوا الفندق بالكامل. طبعا دخلوا غرفتها وكانت فاضية تماما. كمان سألوا كل نزلاء الفندق عنها وفتشوا الغرف بتاعتهم واحد ورا التاني، لكن إليسا زي ما بنقول كده فص ملح وداب. سألوا المحلات القريبة من الفندق والناس اللي في الشوارع وسكان المنازل القريبة، لكن برضه محدش التمعها نهائي. أغلب الناس ما تعرفش مين الشخصية دي لأن هي أصلا مغتربة. ومن هنا بدأت الشرطة تحس بالدهشة والحيرة في حل لغز قضيتها الغامضة دي. المهم طلبوا من إدارة الفندق إنهم يراجعوا الكاميرات بتاعة المراقبة على أمل يوصلوا لحاجة جديدة. وبالفعل شافوا كل الفيديوهات بتاعت إليسا في نفس يوم الاختفاء. باختصار ظهرت في الفيديو وهي بتتمشى في الفندق، وفعلا كانت بتتكلم مع نفسها زي ما تكون اتجننت. بعد كده دخلت الأسانسير وداست على كل الزراير بتاعته في وقت واحد، وعمالة تتكلم بصوت عالي مع شبح مجهول، بتتكلم في مواضيع محدش فاهمها أو فاهم أي حاجة منها. وفضلت الشرطة تتابع الفيديوهات دي لحد ما إليسا وصلت لمكان مفيش كاميرات عنده أبدا. وهنا كانت نقطة الاختفاء المفاجئ. محدش عارف هي راحت فين داخل الفندق، وكمان ما ظهرتش تاني أبدا على أي كاميرا في أي حتة. والشرطة فضلت تكثف جهودها على قد ما تقدر، لكن مفيش أي فايدة أبدا. خلاص هي جابت آخرها من الموضوع ده حرفيا، ومش قادرة توصل لمكانها نهائي. في الحقيقة بلغوا أسرتها إن إليسا ملهاش أي أثر، كمان مفيش حد يقدروا يتهموه إن هو عمل فيها حاجة. ملهاش عداوة مع حد لأنه أصلا محدش يعرفها هنا. في النهاية قفلوا القضية بتاعتها على كده، وبلغوا أسرتها إن لو في أي معلومات جديدة أكيد هيتصلوا بيهم ويعرفوهم آخر الأخبار. طبعا الأهل كانت في قمة الحزن على اللي حصل مع بنتهم، وأكتر سؤال محيرهم يا ترى هي لسه عايشة ولا ميتة. ولو افترضنا مثلا إن في حد قتلها، يا ترى هو ليه عمل فيها كده، وفين أخفى الجثمان بتاعها.
من الآخر أسئلة كتير محيرة كانت بتدور في ذهنهم سواء هم أو رجال الشرطة. خلاص الموضوع اتقفل والأمور استقرت على كده فترة حوالي أسبوعين أو 3. إليسا بقى تم العثور على جثمانها في السطح بتاع الفندق، وكانت ملقاة جوه الخزان بتاع المية. طبعا محدش اكتشف الموضوع ده أبدا بسهولة. باختصار لحظة نزلاء الفندق إن المية شكلها ولونها غريب، ده غير إن هي بتنزل ببطء شديد جدا، وده بيدل إن في حاجة سدت الخزان اللي في السطح. طبعا النزلاء بلغوا الإدارة بكل المشاكل دي علشان يحلوها في أسرع وقت ممكن، وهنا المسؤولين كلموا شركة الصيانة فورا علشان يبعتوا لهم فني يحل المشكلة ويشوف ايه اللي حصل في الخزان ده. إدارة الفندق كانت مستغربة جدا لأن الخزان كان جديد وحالته كويسة، كمان أغلب الوقت مقفول بإحكام ومحدش بيهوب ناحيته أبدا. وعلشان خاطر الكلام ده كله مش عارفين ايه هو الشيء الضخم اللي كان سد الخزان مرة واحدة وخلى المية لونها تتغير. المهم لما جه عامل الصيانة واتفاجئ ان الخزان مفتوح، كان دخل جواه علشان يكتشف المشكلة ويحلها، لكن للأسف لقى نفسه بيكتشف جثة في مرحلة متأخرة. وليك أن تتخيل قمة الرعب اللي كان فيها في موقف زي ده. وقتها جري بسرعة على إدارة الفندق علشان يبلغهم بالأحداث والتفاصيل دي كلها، ومن هنا الموظفين كلموا الشرطة علشان يجوا يحققوا في الموضوع ده كمان. طبعا الشرطة أول ما شافت الجثمان كانوا لاحظوا إن الهدوم اللي على الجثة هي بالظبط نفس الهدوم اللي كانت لابساها إليسا لام في الفيديوهات اللي ظهرت فيها يوم الاختفاء. وهنا بيعتبر جزء كبير من القضية اتحل، لكن لسه في سؤال مهم جدا وغامض: مين اللي عمل فيها كده وإيه مصلحته من ورا قتلها؟ ده حتى كمان رماها في الخزان علشان يخفي الجريمة. على كل حال اتصلوا بأهلها علشان يعرفوهم إن هم خلاص عثروا على جثمان بنتهم. وطبعا الأهل كانوا هيتجننوا أول ما سمعوا الأخبار دي، مش عارفين يتهموا مين ويرجعوا حق بنتهم إزاي. والشرطة بلغتهم إن هي هتكمل التحقيقات ولو في أي جديد أكيد هتعرفهم بيه. تقرير الطب الشرعي قال إن إليسا مش بتشرب أي خمور أو بتتعاطى المخدرات أبدا، لكن لاحظ إن هي واخدة مهدئات وأدوية نفسية. ولما سألوا أسرتها عن الكلام ده قالوا إن هي فعلا في الفترة الأخيرة كانت مكتئبة وعلشان كده كانت بتاخد الأدوية دي. كمان لاحظ الطب الشرعي إن الأدوية النفسية كانت متاخدة بشكل طبيعي، يعني مش واخدة منها كميات علشان نقول إن هي اللي أنهت حياتها بنفسها. من الآخر فحص الجثمان ما كانش فيه أي علامة بتدل على العنف أو المقاومة أو أي شبهة جنائية في الموضوع، بمعنى أصح إن الوفاة كانت طبيعية وإنها توفت بسبب المية بتاعت الخزان. واحد من الأطباء بلغ الشرطة إن في بعض الأحيان أدوية الاكتئاب بتعمل زي خلل عقلي أو حالة كده من الجنون، وأكيد إليسا فقدت الوعي وهي اللي فتحت الخزان ونزلت جواه فتوفت. والدكتور قال إن الأدوية النفسية لما بتتاخد بشكل غلط أحيانا بتعمل زي هلوسة. وبصراحة كان التفسير ده مجرد اعتقاد للي حصل مع إليسا، لكن برضه محدش يتأكد مين اللي عمل فيها كده، هل هي اللي عملت كده في نفسها ولا شخص تاني. وفي النهاية القضية اتقفلت واتكتب في المحضر إن هي ضد مجهول. آخر حاجة هقولك عليها النهاردة: ليه الفندق ده سمعته سيئة؟ باختصار لأن كان حصل فيه أكتر من حالة وفاة بشكل غامض، حاجة كده نفس السيناريو بتاع إليسا، وكل حالات الوفاة دي كانت ضد مجهول. ده غير ان اشهر سفاحين العالم كانت بتحب تزور المكان ده وتنزل فيه، وعلشان خاطر الشرطة في كل مرة ما كانتش بتقدر توصل للجاني او سبب حقيقي يعني لحالات الوفاة، فكان اعتقد السكان ان الفندق ده اكيد مسكون بالارواح والاشباح الخفية، واكيد هم يعني اللي بيعملوا كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك واشترك في القناة وتابع كل جديد انا بقدمه. ما تنساش اهم حاجة رأيك في التعليقات دلوقتي، واخر حاجة بس شارك المحتوى علشان القناة تكبر بيك واقدر استمر معاك الفترة اللي جاية. سلام.